السلام عليكم يا شباب. طبعا شوفوا، تنبيه مهم جدا خاصة اللي داخلين جدد يدوروا على شغل، خاصة تطبيق مرجان. الأخ مراد أتعرض لعملية نصب والله، وكلفته 5500 ريال، والسبب هذا تطبيق مرجان. دخلوا تطبيق مرجان وواحد بن حرام قال له خلاص رسل صورة إقامتك وزملائه. لسوء حظه أنه كان إقامته سارية وزملائه إقامته منتهية، لذلك استغلوه واستغل يعني الآدم جاي من الجد يجوا غشيمه. معلوماتك بياناتك خط أحمر، حتى إذا لزم الأمر وطلب منك أي واحد مثلا صورة الإقامة موه على الرقم، ولا عادي صورة الإقامة بس لا توافق في نفاذ أو أبشر على الإطلاق. هذا مراد بسوء نية وبحسن نية قصدي. الرجال طلب منه نفاذ وطلب منه وخلوه وافق، والآن بعد سنة طلعت على مديونية بشركة الاتصالات زين أجهزة، شلي 3 أرقام و3 أجهزة، والآن على مديونية 5000. الحين راجعين من الشركة قالوا خلاص ما في، هذه موثقة. طيب هو ما يعرف عنها أي شيء، الأرقام توقفت بسبب إنه ما سدد. راح نراجع نسوي اعتراض، يقول لك لا الأرقام موثقة بالبصمة بموافقته بصورته بكل تفاصيله، والسبب إنه كان هذاك الرجال يطلب منه نفاذ وهو ما يقصر، يقول له خلاص اوكي تعال يا مرة. صح، أتعرض والله نكبة صح قسما بالله. لذلك هذا تنبيه لكل شخص سواء جديد أو قديم، بياناتك صورة الإقامة صورة رخصة صورة أي شيء خط أحمر، لا تتهاون على الإطلاق. في توجيهات وتعليمات تيجي أحيانا رسائل نصية بس ما حد يأخذها بعين الاعتبار، لذلك هاي تجربة مريرة، والآن مضطر إنه يسددها، ما فيش مجال، أو يحصل عليه إيقاف خدمات ومشاكل ما لا يحمد عقباها. لذلك أتمنى من أي واحد جديد أو قديم ينبه صاحبه وكذا، لا تيمن أبدا حتى لو إقامتك منتهية. عاد في انتباه غير ما في مش إلا الاتصالات. أيوة، في بعضهم يروح يطلب من يعني تابي ولا تمارة، يطلب جوالات، يطلب أجهزة، يطلب أي شيء. أيوة، تتورطان، يخليك توافق منه هذا وخلاص، على أنك ما تسددها بعد فترة يجي وأنت ما سددت ترفع عليك قضية وتنزل عليك في أبشر ولا في الراجع بس هذا. يلا الحين مشكلة، لازم أي واحد يوقع بكذا بفخ يتحمل ويكون درس. هذا بس مجرد تنبيه، وشكرا لكم.